في مدينة يغسلها البحر كل فجر وتحرسها المآذن منذ مئات السنين، دخلت بواخر الاحتلال الفرنسي إلى شواطئ الإسكندرية. دخلوا حاملين مدافعهم وأكاذيبهم: جئنا لتحريركم من ظلم المماليك، قالوا. لكن الحقيقة جاءوا ليسرقوا أرضاً ويكسروا كرامة شعب. في لحظة واحدة صفع شيخ وقور أمام قومه. صفعة كانت كفيلة بإشعال نار لا تنطفئ. الشيخ ده ما كانش عالم دين ولا أمير حرب، ده كان محمد كريم، تاجر مصري بسيط، لكن لما لمس الاحتلال كرامته تحول لأسطورة. باع بيته، سفنه، ذهب مراته، خبى البنادق تحت سلال التين، وقاد 3000 من أهالي الإسكندرية بالسيوف والفؤوس ضد جيش نابليون. ما هربش، ما طلبش وساطة، ما خفش. حاصر القائد الفرنسي استيفا، أعدم جواسيس فرنسا، فجر خطوط الإمداد، وكاد يقتل جنرالاً فرنسياً بارزاً في تفجير مدروس. لكن زي كل أبطال التاريخ، الخيانة كانت في الانتظار. باعوه وسلموه، ووقف قدام نابليون وقال جملة هزت عرش الغازي: أنتم سرقتم أرضي، وكل مصري سيفعل مثلي. 6 سبتمبر 1799 وقف الشيخ محمد كريم في ميدان المنشية بالإسكندرية، رافضاً أن تعصب عيناه، رافعاً رأسه، مردداً الشهادتين. ومات واقفاً ليعيش خالداً. في شوارع حي الأنفوشي العتيق بالإسكندرية ولد محمد كريم عام 1330 لأسرة تجارية كبيرة، فقد كان والده يدير تجارة القمح والقطن، ورغم الثراء نشأ محمد على الزهد والعلم. تعلم في الكتاب، ثم انتقل للأزهر لينهل من علوم الفقه والشريعة. لكن وفاة والده فجأة قلبت الموازين. عاد للإسكندرية ليحمل على كتفيه إرث العائلة، لكنه لم ينسى العلم ولا المبدأ. وسرعان ما أصبح شيخ حي الأنفوشي ثم نقيب الأشراف، يهابه الكبار ويقصده الضعفاء. لم يكن مجرد تاجر، بل زعيم بالفطرة، فأصبح الحاكم الفعلي لمدينة الإسكندرية. 2 يوليو 1798 زلزلت مدافع نابليون المدينة. الفرنسيون يزحفون بوحشية والأهالي يهربون. في ذلك اليوم تجرأ محمد كريم وذهب للتفاوض مع القائد الفرنسي، لكنه عاد بصفعة على الوجه وشتيمة من نابليون نفسه. قال له بوقاحة: أنتم عبيد المماليك ونحن أحرار. في تلك اللحظة لم يعد شيخاً ولا نقيباً، بل قائد مقاومة حقيقي. رفع راية المقاومة، جمع 3000 رجل بالسلاح البدائي وواجه جيوش نابليون المدججة بالمدافع. في معركة الإسكندرية جعل من الشوارع ساحة حرب، فرنسيون يسقطون وكرامة مصر ترتفع. قبض على جاسوس فرنسي وأعدمه في ميدان عام. أسر القائد الفرنسي استيفا في أبو قير، ثم عفى عنه رغم كل شيء. خطط لتفجير مقر القيادة الفرنسية بالبارود، كاد يقتل الجنرال كافاريلي الذي فقد ساقه لاحقاً. ولم يكتفي، بل دمر سفن الإمداد القادمة من مارسيليا. كان منزله مليئاً بالسلاح، وزوجته تخلت عن ذهبها من أجل المقاومة. لم يكن مجرد زعيم، بل أسطورة تمشي على الأرض. في إبريل 1799 جاء الظلام. خان محمد كريم أحد التجار اليهود المعاونين مع الاحتلال، عرض عليه رشوة فرفض. ليلاً اقتحمت القوات الفرنسية بيته، انتزعوه من بين أولاده واقتادوه لمحكمة هزلية. سأله نابليون: لماذا حاربتنا؟ فأجابه بثبات: لأنكم سرقتم أرضي، وكل مصري شريف سيفعل مثلي.
في صباح 6 سبتمبر 1799 اصطف الجنود في ميدان المنشية. حكم بالإعدام بالرصاص. لم يرتجف، لم يطلب الرحمة، رفض أن يعصب عينيه وقال بشموخ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. سقط الجسد، لكن روحه لم تهزم. دفن سرًا خوفًا من انتقام الفرنسيين، لكن اسمه بقي حيًا في الذاكرة. لم يتبقى سوى أشياء قليلة تحمل اسمه، زي مدرسة محمد كريم بسموحة الإسكندرية، وطابع بريد مصري يحمل وجهه، وكتب تاريخ فرنسية تسميه العدوب الأخطر المحلي لجيش نابليون. قال الجبرتي: لولا خيانة الضعفاء لكان محمد كريم طرد الفرنسيين من الإسكندرية وحده. هذه ليست قصة موت، بل قصة بقاء. فحين يموت الرجل واقفاً، تصبح روحه مدرسة تعلم الأجيال معنى الوطن. اكتشف أسرار مصر من قلب التاريخ إلى أعظم الأبطال. استمع لحكايات لم تروى من قبل عن شخصيات غيرت مصير أمة، من الفراعنة إلى الثوار، ومن العباقرة إلى المتمردين. كل حلقة من بودكاست حواديت مصرية كنز من الدهشة والإلهام والتشويق. لا تفوت الحلقات السابقة ولا تدع القادمة تفوتك. تابعنا الآن وعيش التاريخ وكأنك كنت هناك. متاح على يوتيوب وكل منصات البودكاست.